في موسم الحج حين تختلط الأصوات بالتلبية وتذوب الفوارق بين الناس تحت لباس الإحرام، تبقى هناك هيبة لا تصنعها السلطة ولا تشترى بالمال. يروى أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج في ولاية أبيه أو أخيه، وكان معه نفر من أهل الشام، وكان إذا أراد استلام الحجر الأسود استعصى عليه الأمر من شدة الازدحام، فتضرب له قبة ويجلس فيها على عادة أبناء الخلفاء. وبينما هو كذلك إذا برجل يلوح عليه نور الوقار، جميل الهيئة، نظيف الثياب، طيب الرائحة، قد أقبل إلى الطواف، فما إن رآه الناس حتى تنحوا له إجلالا وأفسحوا له الطريق حتى بلغ الحجر الأسود فاستلمه في هيبة وهدوء. تعجب أهل الشام وقالوا: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ وكان هشام يعرفه جيدا، لكنه قال متظاهرا: لا أعرف. وكان بين القوم الفرزدق شاعر بني أمية، فهزه الموقف وقال: لكنني أنا أعرفه. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم. لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه، لخر يلثم منه ما وطأ القدم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا.